أهلا ومرحبا بكم. بعد أن تم القبض على وحيد قروش ليلة رأس السنة، أو بعد أن وجدوا كميات كبيرة من الممنوعات ومبالغ ضخمة، هي حاليا رهن الحبس المؤقت في انتظار انتهاء التحقيقات وتقديمها للعدالة. وفي حالة ثبوت تورطها في القضية، فعقوبتها ستكون قاسية جدا، قد تصل إلى 20 سنة سجنا نافذ وغرامة مالية كبيرة. فحسب المادة 17 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة مالية من 5000 إلى 50,000 دينار جزائري كل من قام بطريقة غير مشروعة بإنتاج أو صنع أو حيازة أو عرض أو بيع أو وضع للبيع أو الحصول وشراء قصد البيع أو التخزين أو استخراج أو تحضير أو توزيع أو تسليم بأية صفة كانت، أو سمسرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. ويعاقب على الشروع في هذه الجرائم بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة المرتكبة.